هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. بقالنا كتير قوي ما جيناش عملنا هنا ميك اب، وانا عندي مشكله كده بتاعت لا اهتم شويه بقناه الميك اب لا اهتم شويه بقناه الفلوجز، عارفين؟ لكن اقدر يعني اوفق بين الاثنين. الموضوع ده صعب عليا شويه. المهم يا حلوين، النهارده انا جايه اعمل معاكم ميك اب كنت عاملاه على الانستجرام ولفت نظر كذا بنوته، يعني لان هو كان بره اللي احنا بنعمله في العادي، كان اورنج اوفر قوي. تمام، فده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. الميك اب مش هياخد اي وقت، هنخلص الفيديو ده كده سريعا يعني من غير رغي كتير. وبس كده حبايبي، يلا بينا على طول نعمل اورنج ميك اب. انا عارفه طبعا ان انا لابسه هنا باين لكم بينك وموف، بس هو الفستان من تحت فيه اورنج بقى، فتخيلوا انتوا. هستخدم اول حاجه السبراي ده من عند فيكسي، وهحط البرايمر ده من عند كاتريس. هخلط 2 فاونديشن، واحد من عند نارس والتاني من عند تو فيزد، ونمكس الاتنين فاونديشن مع بعض ونوزعه على بشرتنا. وبعد كده نوزع الفاونديشن وربنا يستر على الطرحه. الفتره الاخيره بطلت احط كونسيلر وبقيت اخد من الفاونديشن وامشيه تحت عينيا. مش حاسه يعني ان انا محتاجه ان انا احط كونسيلر از طبقه اضافيه يعني. وبعد كده هتابع على كل وشي بالبيوتي سبونج. كنت عايز اسالكم على حاجه كده، هو هل في بنات على اليوتيوب لسه ما عندهمش انستجرام؟ يعني بجد الموضوع ده لازم تجاوبوني عليه، لاني هحس بالذنب بطريقه مش طبيعيه ان انا بنزل كل الفيديوهات على الانستجرام ومش بنزل لكم حاجه على اليوتيوب، او الاهتمام اكتر بالانستجرام لان انا على طول هناك. فهل في بنات لسه ما عندهاش انستجرام ومكتفيه بس باليوتيوب؟ فلو في بنات كتير بجد هركز مع اليوتيوب، لان انا حرام يعني بحس ان اليوتيوب كمان اغلب الناس او الانفلونسرز او البلوجرز عموما او اللي بيعملوا فيديوهات بطلوا ينزلوا فيديوهات بالقدر الكافي، فحسوا بتوع اليوتيوب ان هم في غربه كده، اللي هو فجاه احنا بقينا لوحدينا. وتو بي اونست يا جماعه، انا بحب اتفرج على التيك توك اما بكون زهقانه، بس اما بعوز مثلا اعمل حاجه بايدي الاثنين بحب اشغل فيديو على اليوتيوب واتفرج عليه، لان هو مش لازم اسكرول، عارفين كده، مش لازم افضل اقلب يعني. هحط الكونتور ده من عند شي جلام، الدرجه بتاعته اسمها ايرثي تيبيا. فانا ستيل بحب الفيديوهات الطويله، يعني التيك توك لذيذ وخفيف ويلا الفيديو سريع ومش عارفه ايه، بما ان احنا حياتنا دلوقتي عايزه سرعه، ما فيش وقت ان احنا نقعد نتفرج بوقت طويل. بس ستيل بحب الفيديوهات الطويله. يعني مثلا مؤخرا انا نزلت الجيم، ففي الجيم مش هفضل بقى سكرول، لا ببقى عايزه فيديو او حاجه اتفرج عليها لفتره طويله. فطمنوني يعني، طمنوني، قولوا لي كلكم على الانستجرام ولا في ناس بتحب لسه اليوتيوب زي يعني انا؟ لا، اليوتيوب بصراحه ما استغناش عنه يعني. فطمنوني كده ايه احوال الدنيا، عشان لو في ناس كتير على اليوتيوب هنا لا بجد اهتم بيه، لا نديله كل وقتنا. لكن الانستجرام بحس تفاعل عليه اكتر بكتير من على اليوتيوب. ما شاء الله الفيديوهات فيوز كبيره والناس بتتفاعل معايا دايركت وكده. فطمنوني بقى عليكم انتوا في التعليقات تحت. الدنيا بقى تبتدي تصيف من هنا واموت في البرونزر والبشره الغامقه. يعني بصوا انا محجمه ايديا في الكونتور والبرونزر، بس حقيقي اول ما يجي الصيف اميل للغمقان قوي. تعالى اقول لكم بقى على موضه بلاش السنه دي الموضه البلاش مش البينك ولا الاورنج، اللي هو الميكس ما بين الاورنج والبينك الفقعين، انتوا متخيلين؟ فالنهارده هميكس ما بين الدرجتين دول من عند برضو شي جلام. الدرجه البينك اسمها اون بوينت، تمام، خليني اوريكم لونها، ودي الدرجه اللي انا بموت فيها. والدرجه الاورنج اسمها سوايب رايت، ولونها اورنج. المفروض يكون الاورنج الافقع من كده كمان. الاول هحط الاورنج عشان يبقى مع تدرج الكونتور، وهنحط من فوقيه بقى بينك بقى كتير بقى، اللون الفسفوري بقى اللي هيطلع ما بينهم ده موضه جدا السنه دي. يلا بينا ندمج. شايفين الدرجه دي اللي هي ولا بينك ولا اورنج، هي كده ما بين الاتنين. ده هيبقى فيه شويه تبس كده بقيت بعملها في الميك اب مؤخرا، بقيت احس انها بتريحني. يعني حركه الكونسيلر دي بقت بتريحني جدا، ما بقاش الموضوع يتطلب مني اي مجهود في ان انا اثبت كونسيلر. زي ما قلت لكم انا ما بقيتش خالص احط كونسيلر، هو بس ببواقي الفاونديشن بمشيها تحت عينيا. الحركه بقى اللي بقت بتريحني جدا هي اني اخد اي كومباكت باودر، دي بتاعه كيكو، حتى رقمها مش باين يعني، بس ده لونها مصفر كده شويه، وباخد بالباف سبونج شويه كده، حتى لو ما حطيتش فاونديشن تحت عينيا بعتمد عليها از باودر فاونديشن يعني.
بحطها تحت عينيا، بتديني تغطية وبتنور من غير ما الميك اب يكسر. طب والله تحفة، احسن من وجع قلب الكونسيلر. بقيت بقى اثبت البشرة كلها ما عدا الخدود عشان يفضل الجلو الطبيعي اللي موجود فيها ده موجود. البرونزر من عند نارس، الدرجة دي اسمها سامر سوليتك تقريبا يعني. الصراحة من اكتر البرونزرز اللي بحبها. طبعا زي ما قلت لكم نسمر، وهو اللون الاورنج يمشي مع ايه غير مع بشرة سمراء. وبالمرة كده هاخد من الهايلايتر ده، شايفين هو فيه زي هايلايتر تان كده، وشايفين يا جماعه الحلاوه، يا خرابي يا خرابي يا خرابي، حلوه قوي قوي. يعني انا دايما بميكسه مع البرونزر، بس اول مره استخدمه لوحده، حلو قوي. من الحاجات برضو اللي غيرتها هي تكنيك رسم الحواجب. يعني كل فترة كده بتطلع لي هبة في رسم الحواجب وبغير شكلهم تماما. يعني هاخد قلم شيجلام كالعادة، احنا لسه مغيرناهوش. يلا بينا بقى. بصوا انا بقيت مؤخرا بحاول امشي بس على اطار الحاجب، شكله بيبان طبيعي اكتر ولفت نظر كذا حد، وبتأكد ان الموضوع موفق اما بيلفت نظر ناس كتير. فيلا بينا بس بالقلم كده على خفيف تحت الحاجب. شايفين انا هنا تحت شعر الحاجب على طول، وبعد كده نمشي مع الكيرف بتاع الحاجب، يعني مش تحت الشعرايه الاخيره في الصف، لا على الشعرايه نفسها. برضو من فوق، وبرضو على الشعرايه نفسها. وبعد كده بقى ايه املى الفراغات. الطريقه دي بقت اسهل، كيوت اكتر، شكل الحاجب حقيقي اكتر. وبعد كده هاخد مسكرة الحواجب دي من عند رمال. المسكرة دي خطيرة ومش واخدة حقها خالص. مشكلتها الوحيدة معايا ان هي فيها برودكت كتير، يعني محتاجة قبل ما استخدمها بس انزل شوية من البرودكت على منديل، وبعد كده اسرح بيها الحواجب. بجد تحفة جدا. ولو مثلا في حاجة في الحاجب انتي نسياها مثلا ومش مملية، هو القلم او الفرشه دي سوري بتملاها. يعني نعمل بقى اللي احنا جايين النهارده نعمله اصلا، وهو الميك اب الاورنج من الباليت دي. الباليت دي من براند اسمها AOA. البراند دي ارخص براند ميك اب موجوده في الدنيا، تمام. الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، عندهم حاجات كتير، كونسيلرز، فاونديشنز، اي شادوز، بلاشرز، كل حاجه. حتى تقريبا برضو ده برضو من عند AOA، ده بلاش هنستخدمه برضو النهارده. فيلا بينا نعمل الاي شادو السيفي اللي جنن البنات على الانستجرام. اول حاجه هاخد اللون البيج ده عشان اثبت بس في فوق العين. ساعات والله يا جماعه بعمل ميك اب لوكس كده اللي هو سريعه كده بسرعه وتقفشوا فيها وتعجبكم، ومعرفش ليه حقيقي، معرفش ليه. هاخد بعد كده اللون اللي هو الاورنج اللي تحتيه شويه، وهحطه هنا تحت الحاجب على طول او قبل كسرة العين، وهمده بقى قدام كده عند الانف. بعد كده هاخد بلندنج بروش واخد من اللون الاورنج اللي تحت ده البطل بتاعنا النهارده. نفض الفرشه واحطها عند طرف العين ونبتدي ندمج. انا بس عايزه احط الاول خفيف، عشان كده خدته ببلندنج بروش، لان انا مش عايزه نرمي اللون التقيل على طول. اوكي. وبعد كده اخش بيه شويه على كسره العين، عشان بس عايزه الجزء ده يكون متدرج بس. لكن بعد كده هناخد فرشه تانية نحط لون اتقل. حاسه ان انا عايزه اهدلكم الاضاءه شويه بس. بعد كده هاخد فرشه صغيره وهاخد من اللون الاورنج ونحطه هنا كده. اول ما اللون يبقى قوي معانا ننتقل الى النص، نار وشرار، نار وشرار، ونركزه بقى هنا في اول العين كده. والله يا جماعه كان شكله تحفه. اسحب من هنا كده اهو لجوه، ما طلعوش على بره، لان احنا عايزينه يكون مدور. وهرجع تاني بالبلندنج بروش وادمج الاطراف. نيجي بقى ليه في نص العين. خلي العين دي ابقى اعملها اوف كاميرا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هاخد فرشه صغيره وارش عليها شويه سبراي. هاخد من اول لون ده اللي هو الفاتح ده شويه واحطه في نص العين. اللمعه بتاعته رهيبه رهيبه. وهحط عليه الاورنج اللي بيلمع ده، هو اورنج فاتح بس لمعته حلوه، ونحطه عليه كده. وبعد كده هاخد من اللون الاورنج اللي احنا حطيناه فوق العين واتاب على
الجلاتر اللي احنا حاطينه فوق ده عشان لونه يقلب على اورنج، يعني تفضل لمعته فيه بس يبقى قالب على اورنج يعني. وبس كده. هعمل العين التانية وارجع لكم. بعد كده هحط رموش، هحط رمش ده شكله كده مدور، يعني قصير من هنا وقصير من هنا والطول كله في النص. وده حلوين. بعد ما خلاص ركبت الرموش كده تحسوا الميك اب صيفي قوي. هاخد بعد كده فرشه صغيره وهاخد من اللون الاورنج كده واحطه تحت عينيا، وهرجع اخد تاني من اللون اللي بيلمع اللي على اورنج وامشيه برده تحت عيني. يمكن الحركه دي اللي كانت مخليه الميك اب شكله حلو، كانت العين بتلمع كده، تحسوا على قد ما هو اورنج وفاقع بس فريش، شكله فريش. احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش. هرجع اخد بقى الكومباكت باودر وننزل بس منها شويه وانضف الاي شادو، بس ما يكونش محدد قوي، يعني ما اسحبوش كده، شايفين؟ انا بس بعمل كده عشان يبقى شكله مدور برضو مش مسحوب يعني كده. احنا اوريدي خلاص حطينا الهايلايتر، كل اللي هنعمله بس ان احنا هنزود شوية بلاش صغيرين من اللون ده لانه شوية شبه اللي احنا حاطينه، وده برضو من براند AOA. وعلى فكرة والله العظيم يا جماعة من ارخص البراندز الموجودة والكواليتي تحفة. في صفحة اسمها USA ميك اب هي اللي بتبيع منتجات AOA كلها، فهحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس. الميك اب لوك ده ما فيهوش اي حاجة سودة او محددة العين غير الرموش، فاهتموا في موضوع الرموش ده. هحط ماسكارا امسك بيها بس الرموش بالرموش الفيك اللي احنا حاطينها، ونهتم اكتر بالرموش اللي تحت. مش هحط حاجه جوه عينيا، يعني عايزه اسيبه كده فريش وعسول. نيجي للليبستيك. طبعا القرار اكيد هيكون صعب جدا لان احنا اكيد مش هنحط اورنج، مش هيبقى فوق وتحت، فنحاول ننزل شويه على البني، يعني فاهمين، نهدي الموضوع شويه. اموت في الميكسات، يعني ابدا عمرك ما هتقولي لي دعاء درجه الليبستيك ايه وهعرف اقول لك، يعني هتلاقوهم دايما ميكس، ليب لاينر مع مات ليبستيك مع احط عليه شويه جلوس مع هند، عارفين كده افضل لففكم حوالين نفسكم مش هتعرفوا تقفشوا لي لون. المهم هاخد ليب لاينر من عند شي جلام. الليب لاينر اللي انا بحبه للاسف خلص، حاسه اني زعلانه قوي. بصوا هو ده بني برده بس تاني البني بتاعه كان محمر شويه، ده البني بتاعه بارد يعني، مع ان ده بيرفكت للكونتور بس انا اتعودت على التاني. المهم ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه سو ليبي ليب لاينر. تمام، فيلا بينا. عليا كونتور شفايف قمر. بصوا محبش اتكلم عن نفسي كتير عشان انا بأحرج. هاخد الليبستيك ده من عند ميك اب فور ايفر، هو لونه بني والدرجه دي انيوجوال بستخدمها في الشتاء بس حاساه هيبقى حلو مع الميك اب. هو بس انا مشكلتي مع الابليكيتر، ليه شبه رجل الحصان؟ يعني ليه احط بابليكيتر شبه رجل الحصان؟ بصوا ليه الانسان يعمل في نفسه كده؟ مش عارفه الصراحه، بس هي بتحط حلو الصراحه بس انا مش متعوده على الشكل ده. هقول لكم بقى على ليب جلاس انا موهومه بيه الفتره دي، رحت اشتريت منه 4 درجات. الناس اللي على الانستجرام اكيد عارفين من غير ما انا اقول. الليب جلاس اللي انا موهومه بيه حرفيا الفتره دي هو الليب جلاس ده بتاع اماندا. بصوا انا عايزاكم تتاملوا، بس تاملوا بس. يعني بصوا يا جماعه، بصوا الحلاوه، تحفه يعني، تحفه حرفيا تحفه. هو شبه الليفتر جلاس بتاع ميبيلين، بس الفرق بينه وبين ميبيلين تقريبا فرق في الكميه قليل قوي. بتاع ميبيلين ضخم كده وشكله كبير، بس فرق الكميه عبيط جدا. فرق السعر طبعا مهول ما بينهم، اكيد اماندا ارخص بكتير. الفرق كمان ان ميبيلين ليفتر جلاس هو تقيل شويه، يعني الفورمولا تقيله شويه، لكن ده اويلي شويه، تحسوا الموضوع سايل اكتر، عارفين كده. ميزه بتاع اماندا ان هو بيرطب الشفايف، يعني بعد ما تشيليها تلاقي شفايفك مترطبه، لكن ليفتر جلاس هو بس جلاس ما بيشتغلش خالص على ترطيب الشفايف. وده كده حبايب قلبي الفاينل لوك. انا محتاجه اعدل الطرحه بقى واخد لكم فيديو كده للفاينل لوك، بس حاساه ميك اب صيفي. معلش احط شويه بس سبراي، بس حاساه ميك اب صيفي مع الفستان اللي انا لابساه ده.
احنا محتاجين نروح المصيف يعني. فمن اول ما الجو حرر شويه لقيت محمد بيقول لي احنا محتاجين نصيف بقى. قلت له بتهزر؟ احنا لسه ما جبناش شهر 5 اصلا، صيف ايه اللي بتتكلم عنه دلوقتي؟ وبس كده يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهارده. حبيت اوثق الميك اب لوك ده لانه حرفيا قمر. والله مش بشكر في نفسي، بس حرفيا الميك اب لوك حلو يعني، رغم انه اورنج بس حلو قوي يعني، تحسوني كيوت عارفين كده. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه التانية بتاعه الفلوجز، وادعوا لي ربنا يكرمني بعد الفلوج اللي انا نزلته بتاع فرح صاحبتي ان انا اتشجع واقول يلا واقوم اصور لكم فلوج جديد. بس كده حبايبي، اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله. باي باي.